السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا أسهل وأروع وأطيب كيكة ممكن تشوفوها في حياتك بزوز مكونات فقط. نستحقوا 30 جرام جيلاتينة، أي نكهة عندكم. أنا اخترت نكهة الفريز. نقوموا بأخذ كاس ماء سخون مغلي يعني، ونحطوه على الجيلاتينة متاعنا ونقوموا بتذويبه، وبعدين نزيد عليهم كاس ماء على درجة حرارة الغرفة. نركضوه مليح 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 لنذوب الجيلاتينة نتاع الفريز النكهة. هوني خذيت شوية زيت زيتونة ولا أي زيت نوع متاع أكل، ندهن الطبق متاعنا، نصبوا عليه الفريز متاعنا على خاطرنا باش ندخلوه للفريجيدير حتى يبس هكا شوية. هوني خذيت 30 جرام إلى 40 جرام جيلاتينة بنكهة البرتقال. حطينا عليهم كاس ماء وضربناهم في الخلاط. هوني تحط عليهم أي نوع متاع كريمة الخفق، 2 علب. قمنا بخفقهم بالكدا. هوني نرجعوا للمكونات اللي عملناها من قبل، ونقوموا بتقطيع الجيلاتين متاعنا بنكهة الفراولة على شكل مكعبات صغيرة، ونقوموا بخلطهم. كالعادة ندهنوا طبق التقديم متاعنا بشوي زيت. ياسر لذيذة البنات، ياسر. تقريبا نعملها مرة في الأسبوع للصغيرات. هوني بملعقة نقوموا هكا بتدخيلة المكونات متاعنا، الملول متاع الياغورت والبنان، ونحاولوا نحطوه في الفريجيدير تقريبا ما يقارب ساعة، ويستحسن يتعمل في الليل باش الصباح يبدا حاضر. واو البنات، بنة عالمية صراحة. شنو رايكم؟ شبابة جميلة أنيقة. واو الحق واو. شوفوا كالبنة، شوفوا معاها التكويس تاي أخضر ما شاء الله.